السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع، ولأول مرة تشوف هذه قناة الحالكم، قناة النصيحة والمحبة، بناء العقول وبناء النفوس، وما أحوجنا إلى المحبة، ونحاول باش نبارطاجيو المحبة بيناتنا ونقتلوا الأنانية، لأنها هي طوق النجاة كما تنقول. لا درنا هذه القناة المتواضعة فيما يتعلق بنشر المحبة بين الناس، وتقديم النصيحة، خير في قوم لا يتناصحون، وتيقول لك الوقاية أحسن من العلاج، لأن الإنسان خصو ياخذ وقاية قبل ما يطيح مريض كما تنقولوا. واحد الخلطة اللي يعني واحد المزيج اللي سبحان الله، يعني مزيج، يعني الله سبحانه وتعالى يعني راه التين والزيتون، وقد ربط الله سبحانه وتعالى يعني بالعطف الزيت بالزيتون، يعني كرموس كما تنقولوا مع الزيت البلدي مع زيت العود، زيت العود. وهذه الخلطه يعني الانسان خصو يتناولها قبل ما يطيح مرض، ماشي تيطيح مرض عاد يحاول باش ان يخليها من الوجبات تاعو الرئيسيه، ويحاول باش يتناولها اما مع على الريق، لانها هي مفيده لك هذه بالتجربه. هذه كنصيحه ومحبه لكم. وما نهضروش على الخليط ديال الزيت البلدي، زيت الزيتون مع التين، يعني مع الكرموس كما تنقولوا، بعض الناس يقولوا الكرموس. ما نهضروش عليه، نقول لكم يعني قد اثبت الدراسه انه يعني مفيد، راه مفيد بالتجربه بكل صراحه، مفيد جدا. وهذه نصيحه في اطار يعني حاولوا باش تبارطاجيهم بعد يكون الانسان يعني يحاول باش واخا واش ربما راه الزيت راه طلع في الثمن شويه، وكذلك الكرموس راه ولا 80 درهم 70، عنده واحد الفوائد كبيره على الصحه ديال الانسان فيما يتعلق بالكوليسترول، وكذلك الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وقد اقسم الله عز وجل يعني بالتين والزيتوني. والحديث الطويل احبتي في الله، احبكم في الله، حاولوا باش تبارطاجيوا هذا الفيديو حتى تسمعوا الفائده. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.